ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو ما سمعتش قبل كده عن مصطلح التبعية العاطفية، تعال اقول لك الموضوع ده عبارة عن ايه. التبعية العاطفية دي بس مش مجرد كلمة او مصطلح بنسمعه عند المحللين النفسيين او غيرهم، لا ده قنبلة موقوتة حقيقي بتدمر علاقاتك ونفسيتك لو استسلمت ليها وسبتها تنفجر. تخيل انك بتعتمد على حد تاني عشان تحس انك كويس، زي اللي بيستنى الشريك يقول له بحبك كل دقيقة عشان يرتاح، زي اللي بينام واول ما يصحى الصبح اول حاجه يفتش في رسائل تليفونه يشوف مورنينج تكست من حد يقول له وحشتني او بحبك او ايا كان. ممكن تكون كمان بتستنى الشريك يقول لك بحبك كل دقيقه عشان ترتاح. ممكن كمان تخاف تقول رايك عشان ما تزعلش اللي قدامك. علم النفس بيسمي الحاله دي emotional dependency، وهي مرتبطة بنظرية التعلق اللي اتكلم عنها جون بولبي. والنظرية دي بتقول إن تجارب الطفولة زي الإهمال أو الاعتماد المفرط على الأهل بتشكل أنماط تعلق غير صحية في الكبار. فالحياة كلها بتكون مليانة مخاوف من الهجر واحتياج دائم للطمأنة. أسبابها واضحة جدا، بتبقى عبارة عن نقص ثقة بالنفس أو صدمات قديمة أو حتى عصبية عالية بتخليك تحس إن سعادتك خارجة من جواك مش من جواك. بيخليك تحس إن سعادتك دي حاجة براك أو لازم تحصل عليها من مصدر خارجي، ما تقدرش تسعد نفسك من جواك أو تسعد نفسك بنفسك. زي ما في دراسات أيضا أثبتت ارتباطها الإيجابي مع سمات شخصية سلبية زي الاعتماد الخارجي اللي بيخليك تستنى الغير يدير حياتك. وإيه معنى الجملة دي؟ عشان ممكن البعض يسيء فهمها أو يفهمها على غير وجهها. دايما لما نسمع أي دراسة علمية بتقول ارتباط إيجابي، زي ما قلنا دلوقتي إن في ارتباط إيجابي بين التبعية العاطفية وسمات شخصية سلبية، ده مش معناه حاجة كويسة. مش عشان سمعنا كلمة إيجابي تبقى حاجة كويسة، لأ أبدا. كلمة إيجابي هنا إحصائية مش قيمية. بمعنى إيه؟ عايزين نوضح أكتر. بمعنى ارتباط إيجابي يعني كل ما الحاجة الأولى تزيد التانية تزيد معاها. يعني بالنسبة لموضوعنا، كل ما التبعية العاطفية تزيد معاها السمات الشخصية السلبية زي الاعتماد الخارجي. طب يعني ايه اعتماد خارجي اصلا؟ اعتماد خارجي معناه ان الشخص مستني حد تاني يقرر عنه، محتاج دايما موافقة او توجيه او تطمين من بره، حاسس ان حياته مش في ايده، قراراته مرتبطة برضا الاخرين او وجودهم. بمعنى بسيط، انا ما بعرفش اعيش لوحدي نفسيا. العلاقة بينهم ازاي طيب؟ الدراسات بتقول إن الشخص اللي عنده تبعية عاطفية عالية غالبا قيمته الذاتية جاية من العلاقة مش من نفسه. وزي ما قلنا بيخاف من الهجر أكتر من خوفه على كرامته، بيفضل علاقة مؤذية على الوحدة، بيسلم زمام حياته لغيره عشان يحس بالأمان. وده هو بالظبط الاعتماد الخارجي. مثال بسيط من الواقع إن الشخص ده ممكن يقول مش مهم أكون مرتاح، المهم ما يسيبنيش. ده اسمه تبعية عاطفية، اسمه اعتماد خارجي، اسمه ضعف استقلال نفسي. طب ليه الدراسات بتسمي السمات دي سلبية؟ دي مش شتيمة ولا حكم أخلاقي، لكن لأنها بتقلل من الاستقلال النفسي، بتخليك دايما ضعيف في اتخاذ القرارات، بتخلي الشخص ده المصاب بالمرض ده عرضة للاستغلال، بتزود كمان القلق والاكتئاب. طيب أعراضها إيه؟ الأعراض بتاعتها واضحة زي الشمس. ممكن تكون بتحس برهاب الوحدة، بتضحي بكل حاجة عشان ترضي الطرف التاني حتى لو بيأذيك. مع الوقت بتعزل نفسك عن صحابك والدنيا كلها عشان تركز على العلاقة التوكسيك دي. في الواقع الإسقاط ده بيبان كمان في الجواز، لما تدخل وانت بتدور على المنقذ فتصير تحمل مشاكل الشريك كلها. يعني مشاكلك لو انت عندك المرض ده بتحملها لشريكك لحد ما اللي معاك ينهار نفسيا، او لو حتى شريكك هو اللي مصاب بيها انت اللي هتنهار نفسيا. احيانا ممكن مديرك في العمل يكون مصاب بحالة زي دي، وفي الحالة دي ممكن تؤدي الى ان هو يصب جام غضبه على فريقه بسبب فوضاه هو الداخلية. هو عنده فوضى داخلية بينفسها بالغضب الشديد ده، وده اسقاط دفاعي ممكن يحمي ذاته بس بيحرق العلاقات. هو بيجد منفس او متنفس او منفذ في هذا السلوك، لكن في نفس الوقت بيحرق اي علاقات وبيخلي بعد كده يحصل تجنب من المجتمع اللي حواليه. النتيجة طبعا توتر مستمر. ولو الشخص ده متزوج او الانسانة دي متزوجة، اما بيكون في طلاق عاطفي، يعني عايشين مع بعض ولكن مفيش اي عاطفة في الزواج، او الزواج ملوش اي روح، او كمان ممكن يكون اسمه او نطلق عليه الزواج الوظيفي، ان هو بيأدي واجباته الزوجية بس
كزواج وظيفي لكن ما هواش حاسس بأي هوية. جون بول بيوصف إن التعلق غير الآمن ده بيولد دوامة من الاعتماد السام. عاوز أقول لك إن الحل محتاج شجاعة. ابدأ، حدد حدودك، مارس هوايات لوحدك عشان تبني استقلاليتك. برضو مش عيب لو اضطريت إنك تمشي في طريق العلاج السلوكي عشان تعيد ثقتك بنفسك وتتجنب العزلة. الدراسات بتأكد إن تقليل الاعتماد ده بيحسن الصحة النفسية وبيوازن العلاقات تماما، عشان لو في زواج يبقى شراكة مش عبودية. اشتغل على نفسك الأول وهتشوف الدنيا تتغير. التبعية دي مش قدر مقدر عليك، ده اختيار انت تقدر تغيره. وبالتوفيق ليكم يا رب. سلام.